أسعد الله أوقاتكم بكل خير والسلام عليكم. بدون شك أنه الحديث الآن في المجال الرياضي بالنسبة للمغرب هو القرار ديال لجنة الاستئناف بالكاف والقاضي بسحب اللقب الإفريقي من المنتخب السنغالي ومنحه للمنتخب الوطني المغربي لكرة القدم. احنا طبعا تنقول هذا هو الإنصاف. علاش؟ لانه الا استند على القوانين اللي كاينه، والقوانين تنهضروا عليها حنا بالقوانين بالمفهوم ديالنا حنايا المتواضع، لانه بالنسبه للخبراء ديال القانون وخصوصا المسؤولين في الاتحاد الافريقي وفي مستقبلا في المحكمه الرياضيه امور اخرى. ما غنرجعوش للحيثيات والسبب اللي خلى، لانه حنا مرينا من المرحله الاولى ديال الانضباط حتى وصلنا للاستئناف، حتى خرج هذا القرار هذا اللي تيرضينا ونتمنوا انه نحافظوا عليه. مش حنا نحافظوا عليه، نتحافظ عليه هو الطاس. علاش نقول الطاس؟ لانه الاتحاد او الاتحاد السنغالي لكره القدم غيلجا لجا للمحكمه الرياضيه. يعني شنو هما القراءات اللي يمكن نديروا حنايا باش نشوفوا الى اي حد هاد يعني القرار ديال الاتحاد الافريقي او اللجنه ديال الاستئناف غادي يتم التزكيه ديالو من طرف المحكمه الرياضيه. يمكن نقول بانه المحكمه الرياضيه عندها واحد الدور مهم، اللي هو تيشوفوا الى اي درجه يتم احترام القوانين وتطبيق القوانين بالشكل المطلوب. الان الفريق ديال السنغالي تيبان له متضرر، ولكن كاين القانون وكاين روح القانون. الان كيفاش نشوفوا حنايا؟ حنا غنشوفوا الامور اللي يمكن تكون في صالحنا لانه القوانين اللي مديوره في الاتحاد الافريقي وجميع الاتحادات الرياضيه بصفه عامه هي مديوره لحمايه اللعبه، اي انه كل لعبه عندها قوانين ديالها، وهذه القوانين ديالها يجب ان تحترم. اول شيء اللي خصو يحترم هو انه واحد السيد تيكون تيكون هو المشرف، هو الحريص على تطبيق القانون، اللي هو الحكم ديال المقابله. تناخذ الامور ببساطه. هذا الحكم ديال المقابله حكم في حالات، وهذه الحالات يمكن يكون هذا الفريق راضي عليها وهذا الفريق ما راضيش عليها، كما هو واقع في جميع المباريات في العالم باسره. اللي كاين هو انه اللاعبين والمسيرين والاطر التقنيه ديال الفرق يجب ان تحترم هذه القوانين. اذا ما احترمت هذه القوانين كاين المسائل ديال الردع اللي هي الورقه الصفراء والورقه الحمراء، هذه غير على المستوى الشكلي على ارضيه الملعب. لما تنجيو للحاله ديال السنغال رفضوا القوانين، يعني انه ذاك الحكم اللي مدير في الملعب رفضوا انه يقبلوا القرار ديالو. الاتحاد الدولي ديال كرة القدم دار واحد العملية اللي هي الفار، قال هذا الفار سيساعد الحكام باش تكون القرارات ديالهم نزيهة. الناس ديال السنغال يعني ما قبلوا لا القرار ديال الحكم ولا القرار ديال الفار، بمعنى انهم رافضين من الاساس انهم يخضعوا للقانون. وحنا شاهدنا في مباريات ديال كاس العالم وكاس اوروبا مجموعه من المباريات انه فرق ظلمات، ولكن تيقول لك تظلمت، هذا داخل في اطار اللعبه، خطا ديال الحكم تضريت منه انا اليوم يمكن نستافد منه غدا ان شاء الله. اذا بالنسبه لنا حنايا تنشوفوا بانه المنتخب ديال السنغال رفض انه يطبق عليه القانون. ما تنقولش بانه القانون او القرار ديال الحكم سليم او غير سليم، تنذكروا على الروح ديال القانون. الروح ديال القانون تقول بان الفرق تخضع للقانون، اللي ما خضعش للقانون الحكم في يدو كما قلت ورقه صفراء ورقه حمراء. ولكن هادو داروا واحد الحاجه اكثر، شنو هي انهم انسحبوا من الملعب. الانسحاب من الملعب كل واحد كيفاش يقراه. الانسحاب من الملعب هو انني رفض، هو بمثابه رفض للانضباط للقوانين المسيره للعبه، بمعنى انه انتم تحكموا وانتم درتوا هذه القوانين، انا رافضه، انا غادي ننسحب من الملعب. اذا الناس ديال انا ماشي رجل ديال خبير في القانون الرياضي، ولكن تنفسرها بهذا الشكل، لانه حنا ديالنا لحمايه اللعبه. علاش المشرع قال بانه الخروج من الملعب او الانسحاب يعتبر الفريق خاسر؟ لانه كاين ضرر، من ضرر للجمهور، ضرر للمشاهدين، الملايين المشاهدين. وما ننساوش عاوتاني الظروف ديال المقابله،
الدور ديال المقابله ماشي مقابله عاديه ديال واحد البطوله وتنتهي، هذه مقابله مصيريه في حدث كبير كان عنده واحد الصدى كبير وكان عنده واحد الاشعاع كبير، لانه لاول مره كاس افريقيا وصلت لهذا المستوى من التنظيم ومن الفرجه. وبالتالي الا خدينا المقابله ديال السنغال مع المغرب غادي نلقاوها هي المقابله اللي هي الاولى رقم واحد في التاريخ ديال النهائيات ديال كاس افريقيا اللي عرفت متابعه عالميه. وتيجي واحد الفريق ولا واحد المدرب متهور يعني يفسد هذا العرس. الافساد ديال العرس هو انني عدم اعتراف بالقرار ديالكم الحكم. انا ما تيق فيك لا انت ولا الفار ديالك، انا غادي نسحب. هذا ضرر معنوي للجميع. اذا شكون اللي تمست الكره على المستوى الافريقي؟ ما تنقولش بان هما رجعوا، حتى الا رجعوا ولو رجعوا، الا كان الرجوع ديالهم هو فقط غير من اجل انه الاتحاد الافريقي، لان دابا كاين الكلام ديال انه رئيس ديال التحكيم طلب من الحكم ما يعنيش علينا مقابله ونكملوها. يعني ممكن تكون امور اخرى ما حنا ما عارفيناش، حنا تنشوفوا من بعيد. انا تنحاول ندير قراءه اللي يمكن الواحد يفهمها في البعد ديالها القانوني اللي تنهضر عليه دابا، هو الروح ديال القانون. القانون مديور لحمايه اللعبه. اذا بالنسبه لي انا تنشوف بانه الموقف ديال المغرب موقف سليم. وثانيا حتى هاد الحجزات اللي كاينه ما عرفتش السبب ديالها. المغرب تدافع على الحقوق ديالو والسنغال تدافع على الحقوق ديالها بدون ما يكون ملاسنات، بدون ما يدخل طرف اخر. هذا تحيز. المغرب كاينه حاله وحده في الدوره كلها اللي بغينا نديروا عليها ضجه على انه التحكيم مع المغرب، حاله وحده وفي 90% لصالحنا. فما بالك اللي عندهم حالات من 56 ولا 57 وهما يعيثون فسادا في الكره. وحتى شي حد ما تحدث اليوم غنتحدثوا على انه هذه البطوله هذه كانت بطوله مصوبه على المقاس. الا كان فيهم ذره ديال الكرامه وذره ديال انه هاد الناس يعترفوا بالفضل اللي دار المغرب لهاد كاس افريقيا وصل لهذا المستوى هذه، كانوا يغمضوا حتى ولا يكون الحكم كان معنا 100%. اذا انا بالنسبه لي هذا الجانب ديال المحكمه ما يخلعش، لانه الملف ديالنا قوي. ثانيا حنا تنذكروا من بعيد تنقولوا قوي، فما بالك بالامور اللي بين يدين الناس المسؤولين اكيد بانهم غيعطيو مجموعه من الامور اللي كاين التقارير ديال الحكام شنو كاتبين ما عارفين شيء، التقارير ديال المندوب، تقارير ديال المسؤول على الامن الخاص بالكونفدراليه الافريقيه لكره القدم. يعني بزاف الاستجوابات اللي كاينه مع المسؤولين، اضافه للامور اللي ما عندناش حنايا. الملعب كله كاين كاميرات، كاين امور بزاف اللي يمكن تكون وسائل ديال الاثبات ديال انه هذا الشيء اللي كان مديور كان مبيت، وممكن يكون تعدى حدود ديال كره القدم. ممكن تكون يعني غنسميها امور خارجه عن نطاق مباراه في كره القدم ودخلت. علاش؟ لانه الحركات اللي كانت في الملعب والهواتف اللي كانت تتحدث مع من كيتحدثوا هاد الناس. المقابله في كره القدم كاينه في الملعب ديال مولاي عبد الله، فاذا به الهواتف اللي كانت تتكلم مع من. اذا هذه كلها امور غتكون محطوطه على الطاوله، وبالتالي غادي يكون القرار مبني على بزاف ديال الحوايج. اذا حنا اللي تناملوا هو انه الامور ترجع للنصاب ديالها، لانه حسينا بان كاين ظلم، وحسينا بانه كاين هناك نيه مبيته بدءا بالتصريحات اللي جات قبل يعني المقابله، وبان بانه هذا الشيء هذا بحال محبوك. على كل حال كل واحد تيدافع من وجهه النظر ديالو. انا تيبان لي بانه الفريق الوطني المغربي اذا فاز باللقب حتى شي واحد ما يقول لي بانه لقب ما عنده طعم. صحيح انه الفرحه ديال الملاعب وهذا الشيء عندها، ولكن الى يعني فزنا والطاس قالت بانه اللقب لفائده المغرب، فغنقولوا بانه حنا سلكنا المسالك القانونيه. صحيح انه ذاك الفرحه ديال الملعب ما كاينه شيء، ولكن ما درناش شي حاجه اللي هي خارج اطار القانون. ومن الاحسن الى جات من سويسرا ستكون يعني غتشد الافواه. علاش؟ لانه ما غنقولش عاوتاني حتى هما عاوتاني راهم حتى هما راه حنا متحكمين فيهم ودرنا ليهم. على كل حال فالامور ماشي بهذه السهوله. تيظهر لي غادي ننتظروا، لانه الطاس حتى هي تاخذ وقت ديالها وتدير دراسه، لانه حتى الشيء اللي كنا تنقولوا بانه شيء طويل طولوا، فما تنقولش بانه طويل. علاش؟ لانه في المسائل القانونيه كل كلمه عندها المعنى ديالها، وكاين تاويلات المضاده، وبالتالي باش يمكن يخرجوا بواحد القناعه
كما خرج بها اللجنه ديال الاستئناف. نتمنوا انه حتى الطاس لما تدرس هذا الملف يمشي في الاتجاه اللي تنشوفوا حنايا. حنا رياضيين وحنا مسؤولين، نظمنا تظاهره في مستوى عالي. اكيد بانه الناس ديال الطاس غياخذوا بعين الاعتبار انه هذه تظاهره رياضيه ناجحه، ما خصش يفسدها واحد بتصرف طائش هو اللي خلق هذه المشاكل. هذا علاش؟ لانهم رفضوا الانصياع للقانون حتى ولو يكونوا مظلومين. شي حكم يكون ظلم فريق في ضربه جزاء او في اي كان تقبل. المانيا تحيدت لها ضربه جزاء ضد اسبانيا، ما انسحبوا من الملعب ما حتى شي حاجه، خطا تحكيمي وارد في كره القدم. اما باش نجيو في هذه المقابله هذه وننسحبوا بداك الطريقه الهستيريه اللي فسدت الصوره ديال الكره الافريقيه على المستوى العالمي، هذا شيء غير مقبول. شكرا لكم. تيلي بلوس، تميز ومصداقيه.